السلام عليكم. ازيكم؟ النهارده فيديو جديد من ضمن فيديوهات ملكية المنتج الاحترافية. هنتكلم فيه عن الامبرسيزم والسكرام بيلرز او السكرام TIA، وهنشوف ايه العلاقة اللي بينهم. طيب في البداية كده، ايه هو الامبرسيزم او ايه هي التجريبية؟ تخيل نفسك كده جعان ورحت مطعم ما تعرفوش وعايز تاكل، فهتقول للراجل ايه؟ اديني يا عم احسن حاجة عندك او اكتر حاجة الناس بتطلبها منك. فهتقوم والله الراجل جايب لك الاكل قدامك وهتبص عليه. دي معناها ايه؟ ترانسبيرنسي او شفافية. انا شايف الحاجة قدامي. طيب تاني حاجة هعمل ايه؟ هاخد معلقة واكل. طب انا كده بعمل ايه؟ بعمل انسبكشن. تاني بيلر. فانا اكلت، فهقعد اكل معلقة في التانية في التالتة في الرابعة. مهم في الاخر خالص هبدأ ايه؟ اشوف الطعم مناسب، ملح خفيف، ملح زيادة. بناء على كده هبدأ اقول والله المرة الجاية هاكل نفس الاوردر ولا هغير الاوردر. هو ده الادابتيشن او التكيف. نفس الفكرة عندنا فين؟ في السكرام. السكرام هو مبني اساسا على فكرة الامبرسيزم. حلو كده، احنا عرفنا يعني ايه امبرسيزم وعرفنا يعني ايه سكرام ارتفاكتس. طيب احنا دلوقتي محتاجين كبرودكت اونرز نفهم الترانسبيرنسي والانسبكشن والادابتيشن من منظور اشمل شوية من انهم مجرد مفاهيم مرتبطة ببعض الايفنتس وبعض الارتفاكتس. يعني ايه الكلام ده؟ الحقيقة ان المنظور الافضل للتي اي اي يكون من حاجتين. اول حاجة الكوميرشال موديل فيو، وهقول لك يعني ايه كوميرشال موديل فيو. تاني حاجة وهو السكرام ايفنتس والارتفاكتس. طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ هتلاقي نفسك وممكن تلاقيني كنت في يوم من الايام كده بتعامل مع السكرام بيلرز وكل مفهومي عنها ان انا والله عندي سبرنت، عندي سبرنت بلاننج، عندي سبرنت ريتروسبكتيف، عندي ريفيو، عندي برودكت باكلوج، عندي سبرنت باكلوج. عندي الحاجات دي، هي دي اللي بترفلكت معايا في الاخر على التي اي اي. ده مش غلط، بس خلينا نتكلم ان احنا عايزين نبقى برودكت اونرز محترفين ومتميزين. البرودكت اونر المحترف المتميز زي ما هو فاهم ارتفاكتس وايفنتس والكلام ده كله ممتاز، لازم يكون عينه الناحية التانية على البيزنس. بيزنس برودكت وسوفت وير برودكت، وفي فرق بينهم ممكن نتكلم عنهم في فيديو تاني، بس يعني خلينا نفوكس على الحتة بتاعتنا. فالشاهد من الكلام اللي بقوله ان البرودكت اونر المحترف محتاج يبص للتي اي اي من منظورين. منظور الكوميرشال موديل فيو يعني ايه؟ يعني البرودكت اللي بشتغل عليه ده بي تو سي ولا بي تو بي. هتفرق وهقول لك ازاي. ليه هتفرق معايا؟ لان طريقة استخدامي للارتفاكتس والايفنتس وعلاقتها بالتي اي اي هتختلف من كوميرشال موديل فيو لكوميرشال موديل فيو اخر. يعني انا هستخدم نفس الارتفاكتس، هستخدم السبرنت بلاننج والسبرنت ريفيو والبرودكت باكلوج وكل الكلام اللي احنا عارفينه اللي موجود في السكرام فريم ورك، ولكن طريقه استخدامنا ليه هتختلف على حسب الكوميرشال موديل اللي بنشتغل عليه. هل هو بي تو بي ولا بي تو سي؟ دلوقتي محتاجين نعرف الفرق بين البي تو بي والبي تو سي. طيب بس معلش، محتاج قبل ما اتكلم عنهم هرجع لورا شويه. لو تفتكروا من شويه قلت لكم ايه؟ هكلمكم عن حاجه اسمها السوفت وير برودكت والبيزنس برودكت. قلت لكم هكلمكم عنها في فيديو تاني، بس بصراحه ده وقته عشان هو مرتبط ارتباط وثيق باللي بنتكلم عنه هنا. طيب يعني ايه الفرق اصلا بين السوفت وير برودكت والبيزنس برودكت؟ ناخد مثال بسيط جدا زي ابلكيشن طلبات. ابلكيشن طلبات ده سوفت وير برودكت. طيب ايه البيزنس برودكت بتاعه؟ ان شخص هياخد من وقته وهياخد من استهلاك الماشين بتاعته علشان يروح يجيب اكل من مكان معين ويجيبه لك لحد بيتك او لحد المكان العمل بتاعك. ده اسمه بيزنس، ان الراجل هيقوم بخدمة عشانك، فده البيزنس برودكت. طيب انت بتأكسس البيزنس برودكت ده ازاي؟ بتأكسس البيزنس برودكت عن طريق ابلكيشن طلبات. فبالتالي
انت بقى بالنسبة لك وجود الابليكيشن مهم علشان تقدر تأكسس السيرفيس دي او البيزنس ده. طيب ده كده كان بريف سريع عشان امهد لفكرة الفرق بين البي تو بي والبي تو سي. مثال طلبات اللي انا اتكلمت عنه في مثال تاني زي اوبر وبريد فاست وارو، الابليكيشنز دي كلها اللي هي بتسيرف على الاند كاستمر اللي هو انا وحضرتك. بتسيرف علينا ازاي؟ انك والله انت عايز تروح مشوار، فبالتالي بتخش عن طريق ابليكيشن عاملاه شركة عندها بزنس، وانا كاستمر بطلب من الشركة دي توصلني بحد يعمل لي خدمة معينة، فده اسمه بي تو سي. طيب البي تو بي عبارة عن ايه؟ انك انت والله بتشتغل في شركة سوفت وير كفندور لشركة تانية مثلا، وليكن هنقول شركة مقاولات بحكم ده المجال اللي يعني اشتغلت فيه كتير في شركة مقاولات. فبالتالي والله انت بتعمل سوفت وير يخدم على بيزنس شركة المقاولات دي. فانت عندك في شركة المقاولات دي في بيزنس اونر، البيزنس اونر ده بيريفيو معاك اول باول الانكريمنتس اللي انت بتطلعها according للبيزنس نيدز اللي هو بيقول لك عليها. فطريقة التعامل بقى في التي اي اي والارتفاكتس مع البي تو سي هتختلف شوية عن التعامل معاها في البي تو بي. هسيب لكم في ديسكريبشن الفيديو لينك تقدر تحمل من خلاله اكسل شيت بيوضح التقاطع اللي موجود بين الثلاث مفاهيم: سكرام ارتفاكتس اند ايفنتس، سكرام بيلرز، والكوميرشال مودلز. اتمنى الفيديو ده يكون مفيد لحضرتك، وشكرا لكم ولحسن استماعكم. السلام عليكم واشوفكم في فيديوهات تانية.